واحد من العواقب السلبيه لتساقط الشعر هو التوتر والاحساس بالقلق. بس برضو انا جاي اقول لك في الفيديو ده ان التوتر والقلق ممكن يسببوا تساقط الشعر عن طريق كذا ميكانيزم معروف. فازاي نتعامل مع التوتر اللي ناتج من تساقط الشعر، او لو شعرك هو اللي مسبب لك القلق في حياتك ازاي تتعامل معاه بصوره صحيحه عشان توقف التساقط اللي ناتج منه. اول حاجه، مش كل التوتر توتر سلبي. يعني في توتر ممكن يدفعك ان انت تكون نسخه افضل من نفسك، ممكن يخليك افضل رياضيا جسديا عقليا، وممكن يدفعك ان انت تروح وتكسب فلوس وتعمل معيشه واسم كويس جدا لنفسك. بس لو زاد التوتر عن حده وانت شخص ما بيعرفش يتعامل مع التوتر، فممكن يسبب امراض خطيره جدا وحرفيا ممكن يؤدي الى الموت، زي ان هو بيزود خطر الاصابه بالسكته الدماغيه والنوبات القلبيه والقرحه والامراض العقليه زي الاكتئاب. وفي مشاكل كتيره مرتبطه بالتوتر، سواء اثناء فتره التوتر او حتى بعد التوتر. طبعا مش كل مصادر التوتر واحده. يعني مثلا في ناس بتتوتر بالازمات والكوارث اللي حصلت حواليها، زي مثلا في مصر معظم الناس دلوقتي عندها نوع من انواع التوتر والاكتئاب بسبب ان حرفيا انت مش شايف المستقبل رايح فين او المستقبل رايح للأسوأ. في مثلا احداث رئيسيه في الحياه هي اللي بتسبب لك الضغوطات، زي مثلا المتاعب في شغلك او حدث مثلا حصل لك معين ضايقك. في برضو المتاعب اليوميه والضغوطات الصغيره اللي ممكن تتراكم فوق بعض وتعمل توتر للانسان بعد فتره. وفي الضغوطات المحيطه سواء النفسيه او الجسديه او حتى الماليه. طبعا برضو ما اقدرش ان انا اقارن ما بين موت مثلا حد عزيز عليك زي مثلا موت مراتك او موت جوزك او حتى موت احد والديك بمثلا شخص كل مشكلته ان هو ابوه ما رضاش يجيله بلاي ستيشن 4 في عيد ميلاده. فما اقدرش ان انا اقارن ده بده. وغالبا في اشخاص بتبقى محتاجه فعلا مساعده طبيب مختص عشان تتغلب على التوتر بتاعها. بس احنا هنا بنتكلم على التوتر الناتج من تساقط الشعر وازاي نتعامل معاه. طبعا التوتر بيحفز تساقط الشعر عن طريق ان هو بيحفز ادخال الشعر في مرحله الكاتيجين وبيخرجه من مرحله الانيجين، وبالتالي ممكن يزود فرصه التساقط القربي او التيلوجين فلوفيوم. ولو انت شخص عندك صلع وراثي، فلو انت على طول عندك تيلوجين فلوفيوم فده ممكن يسرع من عمليه تصغير البصيله، لان بعد ما الشعر بيقع فالشعريه الجديده بتكون مصغره. وده ممكن حرفيا يخلي شعرك يقع في سنه. يعني في ناس كتيره مثلا يقول لك انا بقى فضلت لحد ال 30 سنه شعري كويس وما فيش اي مشكله، في تراجع بسيط، بس مثلا وانا عندي 31 سنه فجاه لقيت شعري كله وقع بسبب ان هو حصل له ضغوطات في الفتره ديت هو ما قدرش يتعامل معاها، مع ان الصلع الوراثي حصل له تسريع في الفتره دي. طبعا استجابه الجسم للتوتر بان هو بيفرز العديد من النيورو كيميكالز او الهرمونات. الهرمونات دي بيكون لها تاثير سلبي على بصيله الشعر. واحد من الهرمونات دي هو حاجه اسمها النيرف جروث فاكتور. وفي فئه من الادويه اللي هي اللي بتعتبر الان كي 1 انتاجون، لا ان هي بتعكس التاثير السلبي على بصيله الشعر من التوتر، بس لحد دلوقتي ما تمش دراستها بصوره صحيحه لعلاج تساقط الشعر المرتبط بالتوتر. طبعا بعض الادويه اللي تعتبر ان كي 1 ريسبتور انتاجونست زي الابريبيتان والكاسوبيتان والرولابيتانت، يعني عيله البيتانت كلهم. يعني غير كده برضه فتساقط الشعر مرتبط بزياده في البرولاكتين، مرتبط بزياده في الكورتيزول، ومرتبط بزياده بالكاتيكولامينز اللي كلهم ليهم تاثير سلبي على بصيله الشعر. طبعا المينوكسيديل في بعض الدراسات بتقول انه ممكن يواجه التساقط اللي بسبب الاسترس، وده بسبب ان المينوكسيديل بيزود الفتره اللي الشعريه بتقضيها في مرحله الانيجين. ده غير ان المينوكسيديل يعتبر بيواجه الميكانيزم او التاثيرات السلبيه للتوتر على بصيله الشعر. بس لحد دلوقتي مفيش دراسه تمت في البشر بتبين ان المينوكسيديل ممكن يتم استخدامه في النوع ده من انواع التساقط. بس من غير دراسات ففعلا في اشخاص كثيره التساقط بتاعهم كان محفز بسبب التوتر في حياتهم، ولما بيستخدموا المينوكسيديل فبيلاحظوا ان شعرهم طول وبقى اكثف من الاول. وطبعا لو انت ما عندكش صلع وراثي وكان التساقط بتاعك بسبب التوتر فقط واستخدمت المينوكسيديل وشعرك رجع تاني، فانت ممكن تبطل المينوكسيديل تاني بالتدريج، مش لازم ان انت تستمر عليه طول الحياه. الحاله الوحيده اللي المينوكسيديل لازم تستمر عليه طول الحياه هو لو انت عندك صلع وراثي او عندك كرونيك تيلوجين فلوفيوم او تساقط قربي مزمن. طب انت دلوقتي يا عمر بتقول ان مفيش ادويه بتستهدف النوع ده من انواع التساقط ولازم ان احنا نتعامل مع المشكله الاساسيه اللي هي التوتر. طبعا انت لازم تتبنى في حياتك عادات ايجابيه كتير تخليك ان انت تتغلب على التوتر في حياتك عشان تبقى انسان اقوى ونسخه احسن من نفسك. في ناس مثلا بتستجيب للتوتر ده بمشاعر سلبيه كتيره زي الخوف والكراهيه والحقد والغل، وبيخش في دايره عنيفه وما بيعرفش يخرج منها. في ناس تانية التوتر ده بيقويها وبيقوي من شخصيتها وبيبين معدنها الحقيقي. فلازم ان انت تزود قدرتك على التكيف، ولازم يكون عندك قدره على التكيف. يعني مثلا لما يجي لك مشكله ما تقعدش تقعد تصيح وتعيط وتصوت وتروح تشتكي لكل خلق الله، بدل ما تكون تفكيرك كله ازاي تحل المشكله دي باسرع طريقه وباسهل طريقه. يعني لازم أن يكون طريقه تفكيرك مبنيه على فكره البروبلم سولفنج او حل المشاكل.
غير كده في بعض العادات اللي انت ممكن تحطها في يومك اللي ممكن تساعدك في مواجهة التوتر، زي مثلا انك تروح تتمرن، او ان انت تروح تمارس هواية مفضلة مع حد بتحبه، ان انت مثلا تروح تسوشيالايز مع اصحابك اللي انت بتحبهم. ممكن مثلا ان انت تتعلم حاجة جديدة او تقرا حاجة جديدة او سكيل جديدة ممكن تزود لك مصادر دخلك، او ان هي تزود بنك المعرفة بتاعك. ممكن برضو ان انت تقوي الجانب الروحاني بتاعك والجانب الديني بان انت تحاول ان تلتزم بالصلاة او حاجة معينة. وفعلا لو جيت تشوف في الدراسات فهتلاقي ان الصلاة ليها ميكانيزم معين بيزود الباراسمباثيك وبيساعدك على الاسترخاء وتقليل التوتر. وده فعلا كلام مثبت في الليترشر، مش مجرد كلام شيوخ، لا ده كلام ربنا وكلام فعلا علمي مثبت من حتى ناس مش مسلمة. بيقولك ان الصلاة او البرير 5 مرات في اليوم بتساعدك على تقليل التوتر. وانا دايما بحب اتعامل مع توتر باسلوب اللي هو لو الحاجه اللي موتراني دي انا اعرف احلها، فانا هعمل بيبي ستيبس لحد ما احل المشكله اللي عندي. ولو ما اعرفش ان انا اتغلب على التوتر ده لان يكن السبب، فانا خلاص هحاول ان انا اخليها ما تشغلنيش ولا كأن حاجه حصلت. ودي لازما برضو الطريقه اللي انت تتعامل بيها مع التوتر وما تخليش حاجه تشغلك. طبعا بقى في نوع من انواع التوتر مش هتلاقيه في الدراسات، وهو التوتر الناتج من بدايه استخدام ادويه الصلع الوراثي، واللي للاسف الناس المخصيين اللي على الانترنت هم اللي نشروا الموضوع ده. انت دلوقتي تبتدي تستخدم فيناسترايد او مينوكسيديل او ادويه الصلع الوراثي، تلاقي واحد اقرع ومربي دقنه قد كده اهو ويقعد يقول لك ادويه الصلع دي هتخليك مش راجل، انت تلاقي دلوقتي بقيت قد كده هتبقى اختها على السرير، وكلام ملوش اي اساس من الصحه، اللي خلى اي شخص او اي شاب بيحاول ان هو يحافظ على شعره تحت ستريس دايما ان هو مش هيكفي او ان هو مش هيبقى على قد المسؤوليه لما يتجوز. والكلام ده كله ملهوش اساس من الصحه. ادويه الصلع الوراثي مش هتسبب لك عقم، مش هتسبب لك مشاكل، ولو انت بتتبع الاستخدام الصحي والامن اللي انا عمال اشرحه في القناه فهي مش هتسبب لك اي مشكله، ده بالعكس هتحسن لك من جوده حياتك وهتحافظ لك على شعرك. فما تسمعش كلام الناس الهجاصه، وحاول ان انت تفلتر الكلام لما تيجي تسمعه. يعني لو شخص عمال يقول لك قد ايه الفينسترايد اعراضه الجانبيه وحشه ويرص لك الاعراض الجانبيه من جوجل كانه دلوقتي بقى صيدلي او دكتور، يقول لك ما تسمعش كلام عمر. انت حرفيا لو جبت اي دواء زي مثلا الباراسيتامول اللي الناس كلها بتسفه وقريت الروشته بتاعته، فهتلاقي ان هو ممكن يسبب حاجات خطيره جدا، زي ان هو ممكن يسبب مشاكل في الكلى وفي الكبد وعادي والناس بتسفه. فالادويه دايما زي ما لها فوائد ولا اعراض جانبيه. انت هيجي لك اعراض جانبيه ولا لا، ده بيرجع على حسب استجابتك للادويه وعلى حسب استخدامك الامن للدواء. بس لو جالك اعراض جانبيه فانت ممكن تتغلب عليها بالتفكير المنطقي والصحيح، بان انت تقلل الجرعه وان انت تعمل شويه تحاليل معينه وتغير الروتين بتاعك بحاجه بسيطه، وبرضه هتحافظ على شعرك. انما فكره ان انت تهلع وتتوتر بسبب انك هتبتدي دواء او تاخد ربع حبايه في اليوم بسبب كلام حد اهبل قاله لك على النت، فدي فكره غلط تماما. فلو انت بتعاني من تساقط الشعر فامشي على خطه محكمه منظمه، وراقب التطور بتاعك من فتره لفتره، وما تسمعش كلام الناس الهجاصه. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عاجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، ولو حابب استشاره او متابعه الكترونيه فهتلاقي اللينك في الديسكربشن. وبس كده، اشوفكم في الفيديوهات الجايه.